هاي، كيفكن؟ ان شاء الله تمام. مثل ما بتعرفوا انه شهر رمضان صار على الباب، واكيد كلياتنا لازم نبلش نحط ليستا بالاكلات يلي بدنا نطبخها برمضان. مشان هيك انا اليوم عملت لكم اكلة عوامة كتير 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 طيبة وكتير سهلة، ورح تزبط معكم من اول مرة. خليكم معي لنشوفوا كيف رح نحضرها سوا. اذا كنا عم نعمل عوامة، اول شي بدكم تعرفوا انه بدنا نبلش بالقطر كرمال يبرد، ونحن بنكون خلصنا وعملنا العجينة ويكون القطر عنا جاهز وبارد. اليوم رح نعمل القطر بيختلف عن طريقة القطر اللي عملناه وقت حلقة الكنافة. بحلقة الكنافة حبينا القطر يكون خفيف. الحلقة اليوم اللي هو القطر تبع اليوم بدي اياه يكون القطر شوي سميك. منشان هيك رح احط لك 3 كبايات سكر، كبايتين مي. اكيد انا ما بحب حرك السكر، الأحسن إنه ما تحركوه كرمال ما يسكر معكم القطر. بس رح أحط 3 كبايات سكر وكبايتين مي واتركهم. أوكي، أنا نسيت أقولكم على شغلة، إنه ما حدا يضيع هيدي الكباية عندي إياها بمقدار كوبين مي، بس لأنه هي كبيرة. شغلة تانية، هلا أنا عندي السكر داب، غلي القطر كتير منيح. هلا رح أعمله إنه رح نوس على الغاز. اوكي، رح اعصر عصرة حامض، عصرة صغيرة مش اكتر، بس كرمال ما يسكر معنا القطر. رح اتركه بعد يغلي دقيقتين، وبعدين رح طفي عنه ورح احط له معلقة مي زهر. بالنسبة للمكونات عنا كوبين طحين منخول، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة سكر، ربع معلقة صغيرة ملح، معلقتين كبار نشا، معلقة كبيرة خميرة فورية، عنا معلقة كبيرة مي زهر، ومعلقة صغيرة فانيلا، وكوب وربع مي دافي جدا. هلا اللي عم بعمله هون بس عم بحط المكونات الجافة مع بعضها، وبرجع بحركهم منيح ليمتزجوا، برجع بزيد فوقهم المكونات السائلة حتى يمتزجوا كمان مع بعض. وانتبهوا هون كيف عم بتصير عملية التحريك، هيك تحريك بالايد، مش عجن تنتزع العجينة معكم، لازم تحركوها تحريك لا يمتزجوا منيح وتصير ناعمة العجينة. تعالوا خلوني فرجيكم بعد 45 دقيقة كيف صارت عندي العجينة. ما شاء الله عنا اياها اختمرت مزبوط. اهم شي شو تعملوا هلا؟ تطلعوا الهواء منها كتير منيح، طلعوا الهواء منها منيح، ما بدنا ابدا هوا فيها. ما شاء الله حبيبي، شو رايك؟ ما شاء الله ممتازة. ما شاء الله. هلا رح نعمله انه رح احطهم بقلب اكياس للتفريز، كمان بلش نقلي. هون من بعد ما عبيت العجينة بكاس التفريز، لقيت هاي الطريقة يلي هلا عم تشوفوها أحسن طريقة بقلي العوامة. عن جد كتير كتير سهلة، جربوها بلا ما تلبكوا حالكم بأي طريقة تانية. يعني من بعد خبرة لقيت هيدي الطريقة أسهل طريقة للواحد يشتغل فيها. هلا هون شو بعمل؟ ببل ايدي شوي بالزيت النباتي اللي بكون حاطته على جنب، من بعدها بشيل شوي وبحطهم بالمقلي. اكيد درجة الحرارة اول ما ببلشوا بالقلي بتكون كتير كتير خفيفة يعني، وخلوها خفيفة ابدا ما بتعلوا الزيت عليها. معلي لو بتاخد معكم شوية وقت لتنقلها العوامة، بس الحلو بالموضوع وين انه رح تنقلها قلي وحدة كلياتها، ورح تعطيكم القرشة وحيفوت القطر فيها ويكون كل شي مثل ما بدكم انتو. يعني خدوا وقتكم شوي بالقلي كرمال تاخدوا هاي النتيجة الحلوة كلياتها على بعضها.
وهيك بكون خلصت العوامة. عن جد عن جد عن جد بصراحة بتكون الصراحة ولا بتكون الصراحة؟ الصراحة راحة، وأنا مرتاحة. مرتاحة على الشي اللي قدمت لكم اياه اليوم، لأنه عن جد عن جد عن جد هذه العوامة رح تنجح معكم من أول مرة. من أول مرة يعني إذا كنتي فايتة على المطبخ وأول مرة بحياتك بتعملي عوامة بدها تنجح معكي، ما في مجال ما في مجال. يعني أنا صفحتي هي صفحة الصراحة، يعني مش انه يلا بدي اعمل فيديوز ونزل فيديوز وبكتر هالفيديوز، ما بيهمني. بيهمني انه انتو تعملوا شيء اللي انا عم بعمله تنجح معكم من اول مرة. هذا هو هدفي. سو عملوها ورح تدعولي، رح تدعولي من الاخر وكتروا لي دعواتكم يعني. لانه عن جد عن جد عن جد رح تنجح معكم، رح تكونوا كتير مبسوطين. واهم شيء انه سريعة سريعة سريعة، بخلص معكم كل العملية على بعضها ساعة ساعة و10 دقايق بكونوا خلصتوا كل شيء. وهلأ شو صار لازم ندوق. جاهزين تدوقوا معي؟ هلأ لكم للصراحة أنا والبوس هون فتنا بنص هالعوامات قبل. بس حفرجيكم إياها للعوامة. بلاش الطريقة مرة تانية، رح فرجيكم بس الهشة تبعيتها والكرانشي تبعيتها. اوكي خليكم معي شوفوا. اوه شايفين ده شارب قطر؟ شايفين هالقطر كيف شاربته؟ ها يعني على هالموال في إلكم من عندي انه رح انصح شي اسا 10 كيلو. من هلا لشهر رمضان، و10 كيلو بشهر رمضان. موفقين. رائعة، كرانشي من برا من جوا مليانة قطر. شو بدي لكم يعني انجح طريقة عوامة رح تعملوها بكل حياتكم عن جد. جربوها وما رح تندموا. وهلا بقولكم باي. ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اوعها. باي. شوفوا سامعين؟ يعني شو بدكم انجح من هيك طريقة؟ رائعة رائعة. رائعة.